السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده إن شاء الله هنعرف إيه هو الأوتوميشن وأمثلة عليه وإزاي نعمل أول أوتوميشن في حياتنا. يعني إيه أوتوميشن؟ الأوتوميشن ده إنك تخلي الكمبيوتر يعمل مهمة لوحده، بس المهمة دي لازم أنت اللي تكون محددها. يعني أنت اللي محددها، يعني تقول له لو حصل كذا ده هيحصل، ولو حصل كذا ده هيحصل. هو مش هيفكر لوحده، وده الفرق اللي بينه وبين الايجنت. الاي ايجنت او المصطلح اللي احنا بنسمعه دلوقتي هو ان الكمبيوتر يفكر لوحده. يعني هو لما يشوف ان حصل واحد اتنين تلاتة فهو هيعمل اربعة خمسة ستة، مش هيستنى ان انت تقول له ايه اللي هو يعمله. طيب عايزين نعرف امثلة عن الاوتوميشن. اول مثال معانا ان يكون عندك قناة يوتيوب شغالة لوحدها. يعني ايه قناة يوتيوب شغالة لوحدها؟ يعني كل يوم الساعة 8 الصبح الأوتوميشن بتاعك أو البرنامج بتاعك بيبدأ يشتغل، يروح يعمل الصوت بالذكاء الاصطناعي ويعمل المشاهد ويرتب القصة وبعدين ياخدها ينشرها على حساب اليوتيوب بتاعك. دي كده قناة هتكون شغالة لوحدها. المثال التاني إنه يلخص مقال جديد. أنا دلوقتي متابع مدونة معينة بحب أقرأ المقالات بتاعتها، فعايز إنه حد يلخص لي المقالات أول ما تنزل أو يبعت لي المقال كله أول ما ينزل. هاعمل مثلًا automation بيتابع المقال أول ما ينزل، وبعدين ياخده يبعته لي على التليجرام، وبعد ما يبعته على التليجرام تيجي لي في رسالة على التليفون بتاعي. المقال نفسه ممكن يكون رابط أو تلخيص أو حتى المقال نفسه يتبعت لي في رسالة على تليجرام مثلًا أو واتساب. المثال التالت إن أنا أتواصل مع الAI عبر منصات التواصل، إن أنا مثلًا أكلم حساب ChatGPT بتاعي أنا اللي باكلمه عادي على المتصفح، أكلمه من على الواتساب أو أكلمه من على التليجرام. ممكن إن أنا أخلّي حاجة تاني زي Gemini هي اللي أكلمها، فهيكون الكلام ده من خلال الautomation إن أنا أعمل صفحة لهم على الواتس مثلًا أو على التليجرام وأكلمهم من خلالها. طيب هاعمل الكلام ده إزاي؟ هاعمله من خلال الأدوات اللي ممكن أعمل بيها automation. عندنا أكبر أداة دلوقتي هي init-in، وعندنا في أداة كويسة جدًا اسمها make، وعندنا في zapier. init-in مشكلتها الوحيدة إنها محتاجة سيرفر. طبعًا ده مش متوفر عند كل الناس، ممكن إن إحنا ننزلها على الكمبيوتر بس متطلبة إن الكمبيوتر بتاعك يفضل شغال 24 ساعة. مش هينفع إن هو يطفي علشان إحنا طبعًا ده automation فالكمبيوتر هو اللي بيراقب، فلازم يكون الكمبيوتر مفتوح ومتصل بالإنترنت. فعشان ده كله إحنا محتاجين سيرفر أو ما يسمى بالVPS. فإحنا هنستخدم make لإن make متوفرة على المتصفح وهي أصلًا بتيجي لك بالسيرفر بتاعها، يعني هم عندهم السيرفرات بتاعتهم بيشغلوها لك، فمش هنتعب في الحتة دي. Zapier طبعًا أداة ممتازة وسهلة جدًا لأي حد عايز يبدأ، فمش هنشرحها حاليًا بس هنشرح make. فدي هتكون بداية السلسلة اللي هنتكلم فيها عن make وهنشرحه وهنعمل عليه حاجات عملية. فاشترك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك السلسلة أول بأول. سلام عليكم.